السلام عليكم هندسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك إيه يا باشا؟ طمنا عليك. بُص يا هندسة، السؤال اللي جالنا إن في حد بيقول أنا ما باعرفش أشتغل في team work، أعمل إيه؟ مشكلة النهاردة يا هندسة ما بعرفش اشتغل مع التيم وورك او العمل الجماعي. دي حاجة حلوة جدا. انت لازم تعرف ان بقية حياتك كلها تبقى عمل جماعي، ده مبدئيا يعني اذا كنت في الجامعة دلوقتي كل اللي بتعمله انك بتذاكر شوية لوحدك وبتشرح حاجات لوحدك وبتفهم حاجات لوحدك، وبعد كده بتطلب منك شغل جماعي بسيط، تيم وورك، يعني برزنتيشن مثلا في جروب، او ريسيرش بتعملوا مع بعض، او مشروع تخرج او اي حاجه من ده. فدي حاجات مؤقته، لكن بمجرد ما تتخرج وتدخل الحياه الواقعيه العمليه كل شغلك هيبقى تيم وورك. هتشتغل في شركه، هتشتغل في مصنع، هتشتغل في مستشفى، هتشتغل في مؤسسه، هتشتغل في اي حاجه. انت هتبقى جزء من تيم، من فريق عمل كامل. فلازم تتعلم ازاي تشتغل في التيم وورك او تشتغل في العمل الجماعي، لان دي حاجه اساسيه مش اختياريه. يعني مش اللي هو بعد كده لا، ده انا هشتغل مع نفسي. حتى لو ناوي تفتح شغل خاص بيك لازم هيبقى معاك فريق عمل، سيان بقى اذا كان هيبقوا عمال، محاسبين، ناس بتبيع، ناس بتشتري، ناس بتصمم، ناس مش عارف ايه. فلازم يبقى في حاجه اسمها تيم وورك. فيا اخوانا، العمل الجماعي ببساطه شديده جدا هي مشاركه. انت بتوزع عمل، بدل ما في فرد بيعمله لا، بتبقى في مجموعة عبارة عن 3 4 5 10 أكتر أقل، رقم معين بيمسكوا العمل ده. فأهم حاجة هي بنسميه البري جوب ميتنج او الاجتماع ما قبل العمل. يعني دي مهمة جدا. يعني دايما من ضمن الاساسيات اللي تحطها في دماغك كطالب، وتحطها في دماغك كشاب، وتحطها في دماغك كراجل بتدور على المستقبل، لازم اللي قدامك يكون فاهم انت عاوز ايه، ولازم اللي معاك كلهم يكونوا فاهمين ايه الهدف من اللي انتوا بتعملوه. فالاجتماع يا اخوانا انك تجتمعوا مع بعض كده وتقول والله احنا عندنا المشروع الفلاني. طيب، في الأول إحنا ما نعرفش مين هيتكلم عن إيه، والمشروع ده بيتكلم عن إيه، ومين هيشرح إيه، ومين هيدور على إيه، ومين هيبحث على إيه. فلازم نقعد مع بعض نطرح الفكرة بشكل عام. المشروع ده اسمه مشروع إكس مثلا. إكس ده ليه في الأول ليه تعريف، وليه أقسام، وليه تاريخ، وليه مش عارف حاجات في العصور القديمة، وحاجات في العصور الحالية، وحاجات في التكنولوجيا في المستقبل. وليه مش عارف جزء خاص بالاي اي، وليه خاص جزء بالكتب، وليه جزء خاص بالابحاث، وليه يعني بتبدأ بقى ايه، تحطوا الصورة كاملة قدامكم وانتوا قاعدين في الاجتماع. لسه ما حددناش الاجزاء. بعد كده بتبداوا تعملوا طرح مبدئي. خلاص، انا شايف ان انا مثلا هشتغل انا في الجزء اللي هو مثلا ايه الاحصائي مثلا عن المشروع، واحد تاني هيشتغل في الجزء التاريخي، واحد تاني هيشتغل في الجزء النظري، واحد هيشتغل في الجزء العملي، واحد هيشتغل في التعريفات بس، واحد هيشتغل في الاقسام بس. طيب، الموضوع خلص على كده؟ لا طبعا، ما هو لازم الاجتماعات تفضل شغاله. يعني خلاص كل واحد جاب جزء، تيجوا تتفقوا مثلا ان احنا هنتقابل في الاسبوع مره، او هنتقابل كل يوم مره، او كل يومين مره، وتقعدوا كل واحد يدي الحاجه اللي هو وصل لها. ممكن جدا تشتركوا مع بعض، يعني ما يبقاش واحد بس بيعمل، كل واحد لوحده. يعني ممكن مثلا كل 2 يعملوا حاجه، كل 3 يعملوا حاجه. المهم في الاول، في اول اجتماع ده هو اهم اجتماع اللي هيخليك تفهم، توضحوا الصورة. فغالبا في الاجتماع الاولاني ده اللي هتبدأوا تفكروا المشروع هيمشي ازاي، ولا هنطبق الفكرة ازاي. ده هيبقى عام، كلكم هتشتركوا في نفس النقطة، كلكم هتقولوا لبعض احنا عايزين كلنا ندور عن المشروع ده ونجيب فكرة مبدئية عنه، وتبدأوا تحطوها في الورق. وبعد كده تبدأوا تحطوها قدام بعض، وتبدأوا توزعوا الادوار. لازم يكون في تيم ليدر، لازم يكون في ريفرنس بوينت، لازم يكون في يعني واحد بترجعوا له. يعني ايه؟ يعني مثلا خلاص والله محمد ومحمود وسعيد واحمد وكمال وكامل ومش عارف مين، 10 موجودين اهو. خلاص والله هنختار كمال هو اللي كلنا هنجمع عنه، فيبقى كمال هو بتاع التجميع. فمحمد يجمع حاجه يديها لكمال، محمود يجمع حاجه يديها لكمال، سعيد يجمع حاجه يديها لكمال. انا ما اعرفش حد اسمه كمال عشان بس محدش يقول اشمعنى كمال.
ما اعرفش حد، وهكذا. يبقى في واحد بيجمع، علشان ده هيبدا يقول لكم احنا وصلنا للنقطه، لا لسه ايه اللي ناقص. يبدا يكلم محمود، ده انت ليه ما عملتش يا محمود؟ محمود يقول له اصل انا كان عندي ظرف، فيكلم محمد يعمل شغل محمود. يبقى يعني ده التوزيع، واحد يكون منسق للمجموعه كلها، ده مهم جدا. اتفاق الادوار اللي هو بعد كده في الشركات بتلاقوا فيه رئيس مجلس اداره، نائب رئيس مجلس اداره، مدير عمليات، مدير الاقسام، مديرين الاقسام، مديرين الحسابات، وبعد كده يدخلوا للموظفين، وبعد كده للعاملين، وبعد كده لمنظومه كامله علشان الشركه في الاخر تنجح. فانا عايز اقول انا اديتكم مثال بسيط للتفكير، وفي نفس الوقت لفت نظركم لاهميه العمل الجماعي، التيم وورك، علشان بعد كده ان شاء الله في سوق العمل ده هيبقى حاجه اساسيه. وان شاء الله كل الموجودين يكونوا متوفقين في رمضان، وشهر مبارك عليكم جميعا وعلينا جميعا يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واشوفكم في فكره بكره لمشكله تانية. السلام عليكم ورحمه الله.